تعقيبا على ما تفضلت بالإشارة إليه، الآن لنا أن نسأل سعد الهلالي: هل يجوز إقالة الرسول؟ هل الرسل تقال يعني حتى يعلم الجميع أي مورد صعب يريده النفاق لأهله؟ يعني المنافق بيلاقي نفسه في الآخر في حتة ما يعرفش يدافع عنها وما يقدرش يبررها وما يقدرش يتكلم فيها. حكاية بقى إقالة وزير الداخلية في عدة مستويات لتلقي الخبر. أعتقد أن لا المجازر ولا التسريبات ولا الفشل الأمني ولا كل الكلام ده هو سبب للإقالة. سلطة الانقلاب هي سلطة قمعية، هي سلطة ذبح وقتل، هي سلطة لا ترعى مصلحة الشعب وتحاول أن تعرف أنها تحكم هذا الشعب قهرا ورغم أنفه وعلى غير إرادته، وبالتالي فإن المذابح هي جزء أصيل من مكوناتها. ربما يريد السيسي أن يوحي للناس بإقالة محمد إبراهيم أنه حتى هنا تنتهي المجازر، أن هذه هي نهاية المجازر، ولا أعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أن سياسة القتل والضرب والذبح، والنهارده في التصدي للمظاهرات اللي شغاله دلوقتي نفس السياسه شغاله. هل كان يعني حسب معلوماتك كيف كان التعامل مع هذه المظاهرات؟ وربما يلحظ هل هذه الاعداد كانت ايضا رد فعل اعتبر مكسبا معنويا اقاله وزير الداخليه؟ هو لا شك انها على الجانب الاخر لا شك أنها هزيمة معنوية كبيرة لسلطة الانقلاب، لا شك في ذلك. ويعني من لما قلنا كده من أول يوم، اللي يعمل ظهره أنطرة يستحمل الدوس، في الآخر في ناس هتشيل. محمد إبراهيم تصدر المشهد القمعي، فعليه أن يكون الدافع الأكبر لثمن اليوم المجازر. على الأقل في هذه المظاهرات، على الأقل اليوم في أول يوم لوزير الداخلية الجديد لم نسمع عن قتل متظاهرين أو قمع. هناك وجود للشرطة بشكل قوي في الشارع، وهناك يعني خلينا بس نصبر لغاية آخر اليوم. انت عارف القاعدة دايما انه بعد العصر كده او بعد المغرب بيبدأ ضرب النار وبيبدأ الاعتقالات وبيبدأ قلة الأدب، فخلينا نصبر كده لغاية آخر اليوم. لكن التواجد الشرطي هو بس خلينا أقف قدام عدة أشياء. الملحوظة الأولى ملحوظة أنه كان هناك تعمد لإهانة وزير الداخلية في إقالته، لأنه أقيل ولم يعرف. الضباط اللي كانوا معاه وهو بيحتفل بيوم المجند عرفوا قبل ما هو يعرف، فقالوا له ده بيقولوا سيادتك أقلت. فراح اتصل بإبراهيم محلب قال له أنا فعلا أقلت، فقال له بس عينوك مستشار ليه. وطبعا أي شخص يقال، يعني شاهدنا ذلك مع المشير الطنطاوي وآخرين، يقال المرء ويعين، اللي هو التعبير المصري شلوت لفوق شلوت لأعلى، يعني كويس. وهو طبعا عشان خاطر يحافظوا على حياته أو يبقى عندهم مبرر لحمايته عشان يقدروا يحتفظوا له بحرس بتاع. هو نفسه مرعوب في الحوار اللي اتنشر على عدة مواقع على النت امبارح، حوار صوتي مع مجدي الجلاد رئيس تحرير الوطن، بيقول له دلوقتي انت هتروح فين ولا هتعمل ايه؟ قال له بقى ربنا يستر، يعني حاجه كده تعبير مش فاكر بدقه، لكن حاجه تعبير شبه ربنا يستر. انا مش عارف انا هعمل ايه ولا اروح فين ولا هتصرف. هو يعرف انه الان ليس في امان، وربما يكون احد الذين يطلبون راسه هم شركاء في العصابه، باعتبار انه يبقى ده شكل من اشكال حرق الملفات. وده معهود جدا في المسائل الامنيه، ان ما يكون عندك واحد محمل بكل هذه الجرائم تخلص منه فتبقى قفلت الملف ده كله. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد القدوسي، شكرا جزيلا. عفوا.